اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين. الاهلي، نادي الاهلي طلع بيان من ساعه بيقول لك هيوقف كل البرامج المباشره على قناته لفتره محدده، عشان بيعمل تجديدات في القناه، وبيتعاقد يمكن مع شركه جديده تدير له القناه وتظبط له البرامج. ما تعرفش هل القناة بتخسر ماديا، هل القناة مش بتجيب مشاهدات، هل فعلا هترجع القناة تاني بشكل أقوى وديكورات أقوى وبرامج أقوى، ولا هتقف على كده؟ على العموم هنقعد ونصبر ونشوف. أنا في نظري إن قناة الأهلي وقناة الزمالك دول ملهمش أي لازمة وتضييع فلوس على الفاضي، وبيزودوا بين الشحن الجماهيري والفتنة الجماهيرية، وده يقعد يشتم في ده وده يشتم في ده. وبصراحة أنا كزملكاوي بصراحة يعني ما بشوفش قناة الزمالك، يعني ما مش بتضيف لي أي شيء خالص، ما فيهاش حاجة مميزة خالص يعني. فبالنسبة لقناة الأهلي فإحنا ما نعرفش السبب، هل خسائر مادية، هل العقد انتهى، هل هيجددوا مع شركة أخرى، فهنشوف. إنما أحسن يعني عشان الاحتقان الكروي بين الجماهير وما نزودش الفتنة وكده، وربنا يستر علينا، احنا مش ناقصين. بلاش قناة الزمالك وبلاش قناة الأهلي خالص، وكفاية السبع تمن قنوات التانيين اللي قاعدين ايه يهروا فينا للنهار ويسخنوا فينا للنهار. دايما بنقول الاهلي والزملكاوي اخوات وحبايب، ومحدش بينا يصير فتنة من هنا من مصر ولا بره مصر. دايما اخوات وحبايب، يعني ما نزعلش من بعض. دي كورة يا جماعة، المفروض يبقى فيها روح رياضية. نشجع باحترام، لما نخسر نحتفل باحترام، وما نهنش او نزعل الفرقة الاخرى. من غير احترام وحب والوعي لينا ان احنا الكوره دي يعني شيء مسلي في حياتنا، مش شيء يزعلنا من بعض او يخلينا نضرب بعض ونقتل بعض. لو يعني لو فكرنا كده ان شاء الله الدنيا تمشي والكوره عندنا هتتقدم وتبقى زي الفل. فهنشوف ايه اللي هيحصل في قناه الاهلي. ويعني انا رايي ان هم يقفلوا قناه الاهلي والزمالك ونخلص من الاحتقان ده، وكفايه برنامج اتنين وخلاص. يعني يشوفوا مذيع اتنين مش بيعمل احتقان، ويهدوا بقى اللعب والمشاكل والتسخين بين الناس، عشان في كمية فضائيات وكمية برامج كتيرة قوي وزيادة قوي وبتسخن الدنيا جامد. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن المتابعة، كل سنة وانتم طيبين. ميرسي.